صباح الورد والفل والياسمين على أجمل متابعين في الدنيا. ازاي يا ست الكل هنعمل السمك البلطي سنجاري بمنتهى السهولة، حاجة سهلة وبسيطة جدا والطعم فوق الوصف. بس في بداية الفيديو كده هوريكي بعض الفيديوهات اللي احنا عملناها مع بعض على القناة، وهسيب لك اللينكات كلها في صندوق الوصف. بس قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل خلق أجمعين. السلام عليكم محترمين اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب للصم مميز. اتمنى يا جماعه تشاركوا الفيديو ده بين اصدقائكم علشان تعمل فائدنا، ولو تشاهدوني من على التيك توك اتمنى تنوروني وتشرفوني على قناتي على اليوتيوب، هكون سعيده جدا بيكم. واللي مش عارف يخش القناه ازاي، هتخش على الصفحه الرئيسيه بتاعه التيك توك، هتلاقي كلمه اليوتيوب بتضغطي عليها على طول هتوصلك للقناه. ويلا بينا. مبدئيا كده احنا هنعمل التمليحه الاولانيه بتاع السمك، عباره عن ايه؟ عباره 6 7 فصوص توم كده، وعليهم شطه مفرومه، حابه تحبيها حراقه بارده براحتك خالص، وعليهم شويه كمون، طبعا نص معلقه صغيره من الكمون، وعليهم نص معلقه من الفلفل الاسمر او السبع بهارات اللي عندك يا ست الكل، ومعايا نص معلقه من الملح. طبعا هنعصر ليمون عليه، السمك دايما بيحب حاجتين اتنين يا ست الكل اساسيين، هما الكمون والليمون، فلازم تحطيهم في تمليحه السمك. معايا نص ليمونه كده كبيره وابدا نعصرها، ومعايا معلقة صغيرة من الصلصة علشان تودي الخلطة في حتة تانية خالص. وبعد كده هقلب الكلام ده كله مع بعضه. ينفع تعملي الخلطة دي يا ست الكل في أي نوع سمك انت حباه، يعني ينفع البوري، ينفع البلطي، ينفع اللي هو السمك مكريل، اللي انت حباه تقدري تعمليه. هي الوصفة دي سهلة جدا، والتتبيلة فعلا طعمها فوق الوصف. وبعد ما خلطت التتبيلة كده مع بعضها، ده كان شكلها. معايا كيلو من السمك انا غسلاه كويس قوي. المفروض يا ست الكل السنجاري ينفتح من ورا من الظهر السمكه مش من قدام، بس انا كان عندي السمك ده موجود في الفريزر وكان مفتوح من قدام. يعني انت لا تروحي تشتري من عند السماك كده، قولي له انا عايزاه اعملها سنجاري افتحها من الظهر من ورا، علشان ايه تنفتح من ورا. يتغسل كويس قوي وينتقع في ميه بليمون، وبعد كده تعملي الخلطه بتاعته. هتسيبيه في التتبيله من نص ساعه لساعه على حسب الوقت معاكي. بعد ما نتبله هنروح على البوتاجاز ونعمل الحشوة بتاعتنا اللي فعلا هتدلي عليها. انا بقولك يا ست الكل، لو وصلت المقطع ده يا ريت تحطي لايك، ولو ما اشتركتيش هكون سعيدة جدا باشتراكك، وهكون اسعد لو بعتيلي اي كومنت، وجه مبتسم زيك كده او وردة جميلة هتسعدني جدا. وحابة اشكركم كتير كتير من الارض كده لحد السما على الكومنتات والدعوات اللي بتفرحني فعلا. ربنا يا رب نكون نعمة في حياتي اجمل اخوات في الدنيا، ومفيش كلام بعد كده. ونروح نكمل الفيديو بتاعنا. هنحط طاسة على النار وعليها معلقة واحدة من الزيت، علشان انا مش عايزة اكتر الدهون. لو انت عايزة تكتري ما تحطش معلقتين تلاتة. ومعايا بصلاية متوسطة مقطعاها كده ايه شرايح زي ما انت شايفة كده. انا بدبل الخليط. ليه بدبله على البوتاجاز؟ حد يقول لي ما تدخليه الفرن على طول، هقول لك ليه يا ست الكل. بعد ما دبلت البصلة كده معايا خضار، معايا طماطماية كبيرة، ومعايا جزرتين بشرهم بشر ناعم، ومعايا حزمة من الخضرة عبارة عن شبت بقدونس كزبرة، خرطيهم تخريط ناعم كده، وهتنزلي بيهم بعد ما دبلتش البصلة. خلي بالك يا ست الكل النار عالية ومش هادية، النار عالية علشان ما تنزلش المية من الخضار، هي تشويحة بس كده بدبل الخضار معايا. وهنزل عليهم بنص معلقة صغيرة من الملح، وشوية بهارات. عندك فلفل أسمر، طبعا كمون لازم تحطيه، كمون مع خلطة السمك ده أساسي يا جماعة. عندك كزبرة معاكي على طرف المعلقة كده كزبرة، ما عنديش مفيش مشكلة، احنا حاطين كزبرة خضرا. طيب حد هيقول لي انت بتدبليه على البوتاجاز ليه؟ بقول لك بدبل الخضار ده كله علشان انا لو حشيت السمك بالخضار ده ني كده والبصل وكله، اما بيدخل الفرن هتلاقي البصل وانت بتاكليه بيجرش معاكي ما استواش كويس. فعلشان كده انا بعمل التتبيله اللي على عين البوتاجاز دي قبل ما احط الخلطه وادخلها الفرن. بعد ما دبلتها كده هنبدا نطفي بقى البوتاجاز عليها ونروح نحشي حشوه السمك بتاعتنا. معايا ورق من الفويل، بجيب ورق من الفويل وفوق ورق من الزبدة، وابدأ احطه على قد السمكة كده. لازم ورق الزبدة ده يا جماعة او ورق عادي من كراسات الاولاد يتحط على الفويل، لان الفويل ده مضر جدا، ما ينفعش تحطي الاكل اي اكل ملامس لورق الفويل، لازم ورقة بيضة كده او ورق زبدة. تقدري تجيبي ورقة بيضة من كراسات الاولاد، هي بتبقى عاملة زي ورقة الزبدة، مفيش مشكلة خالص، مش هتنحرق معاكي. انا دلوقتي قسمت الخلطة على 4 علشان ما اجرش على واحدة على حساب واحدة، علشان كل سمكة تاخد قد التانية. وهنبدأ نحشي السمك زي ما انت شايفة كده.
طيب هيتخبز على درجة حرارة كام؟ يتخبز؟ أنا باقول يتخبز هيدخل الفرن على درجة حرارة كام؟ معلش يا جماعة صوتي كده تعبان شوية، أنا مريضة شوية. هتشغّلي الفرن على درجة حرارة عندِك وهتحطيه في النُص، هياخد معاكِ بالضبط نُص ساعة، بعد ما يمُر عليه نُص ساعة قرّبيه من الشواية وشغّلي الشواية بس لمدة دقيقتين كده. شايفين بعد ما مَر عليه نُص ساعة برضه شغّلت له الشواية حوالي دقيقتين كده، بنبدأ نطلّعه زي ما أنتِ شايفة كده. طبعًا الريحة طبعًا قالبة الشقة وريحة وطعم وكل حاجة حلوة. عندِك شوية خضرة كده جرنشيه بيهم شرايح ليمون كده تحطيها على الوش، ما فيش أي مشكلة خالص. هاستنى منِّك كومنت لمّا تعمليه وترجعي تاني تقولي رأيِك فيه، أنا واثقة إن هيعجبِك بنسبة 100% إن شاء الله، واسيبكم في رعاية الله وأمانه، انتظروني إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.